من دون لحمة أو دجاج أو مكونات كتيرة رح نحضر أطيب فتة غرقانة بصوص أبيض شهي، سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. لايك للفيديو ويلا نجهزها سوا. عندي كوب من الحمص نقعته قبل بليلة، رح احطه بطنجرة واغمره بالمي. لحتى يستوي بسرعة رح ضفله ربع معلقة صغيرة من الكربونة. برفعه على النار وبخليه حتى يستوي الحمص ويصير بهالشكل. إذا هرست حبة منه رح تنهرس بكل سهولة. بصفيه من المي وبخليه على جنب. كمان عندي كوب من الرز المصري القصير، بغسله كتير منيح حتى أتخلص من كل النشا اللي بقلبه. بطنجرة على النار رح أحط معلقة كبيرة من الزيت مع معلقة كبيرة من السمنة. بس يحموا منيح رح أضيفلن كوب الرز يلي غسلته. بحركن حتى تتغلف كل حبة من الرز بالزيت والسمنة. رح أنكهن بنص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ما بتحتاج أي نوع بهار تاني. بعملن تحريكة خفيفة ورح أضيف كوبين إلا ربع من المي السخنة. بس يغلوا منيح بغطيهن وبتركن على نار خفيفة حتى يستوي الرز على الآخر. بهالوقت رح أحضر الصوص. بحتاج كوب من اللبن الرايب أو الزبادي. رح أضيف فوقه الطحينة. كمان رح أهرس 3 حصوص من الثوم. أكيد ما رح أنسى الملح، رح أضيف رشة صغيرة وشوي من عصير الليمون. بحركن حتى أحصل على صوص قوامه تقيل شوي. كمية اللبن هون على قد كمية الرز يلي عم نستعملها. هيك صار الصوص جاهز، هذا هو القوام يلي بدي اياه. بحتاج خبز، عم استعمل الخبز العادي، فيكن تستعملوا أي نوع خبز متوفر عندكن. رح أقطعهم بهالشكل حتى أحصل على مربعات صغيرة. رح أقليهم بزيت غزير حتى ياخدوا لون ذهبي. هاي الرز بعد ما طفيت تحته صار جاهز. بهاي الوصفة الرز لازم يكون مستوي زيادة معنا. بالصحن يلي بدنا نقدم فيه الفتة، أول الشي رح أحط الخبز المقلي. رح خلي شوي حتى زين فيهن الوجه. الحمص يلي سلقته صفيته من المي، رح وزعه فوق الخبز المقلي. رح أضيف عليهم شوي من الصوص يلي حضرته، هيك بضمن إنه طبقة الخبز والحمص رح تتشرب نكهة الصوص. برجع بضيف الرز يلي طبخته. الرز هون ما لازم يكون سخن كتير، تركته حتى صار دافي شوي. بوزعه منيح حتى يغطي كل الصحن. آخر شي رح وزع كمية الصوص كلها فوق الرز. رح أزين الصحن بشوية من البقدونس المفروم، كمان شوي من الخبز المقلي، ورح أحط شوي من الحمص المسلوق على الوجه. طبعا هون الزينة اختيارية، فيكن تزينوها مثل ما بتحبوا.
أطيب شي بالفتة هي السمنة يلي على الوجه مع المكسرات. بمقلاية على النار رح أحط معلقة كبيرة من السمنة الحيوانية. لازم تكون نكهة السمنة كتير طيبة لأنه هي اللي رح تعطي النكهة الطيبة للفتة. بس تحمى السمنة رح حمص فيها شوي من اللوز والجوز. فيكن كمان تضيفوا أي نوع مكسرات بتحبوه. بعد ما دابت السمنة لقيت إنه بحاجة بعد، فضفت معلقة كبيرة. بس تحمى السمنة منيح وتاخد المكسرات لون حلو، رح أصبها مباشرة فوق الفتة. جربوها على طريقتي ورح تاكلوا أطيب فتة بنكهة السمنة البلدية وغرقانة بالصوص يلي بشهي القلب. سهلة وسريعة، قدموها لعائلتكن ورح يحبوها أكيد. ما تنسوني من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد.